راه جاي يكتشف ملايين جزائري كاع يضربوا الصاروخ كحنا عليك غادي يغرقوك وجد روحك ماكرون وجا بابا اللي راه ما يقولوها له برويلي لي بوست دو بوليس دو لا فرنسا برويلي لو برويلي لو برويلي لو حرقهم حرق هرس تبقى في دارات خلاني الموطن ما تخليهاش كلش خلقها ربك خلينا نعرفك بلي راجل ولا سامعين غير على بلادكم. أطلق مناصر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تفاعلات غاضبة وصلت حد الدعوة لتخريب مخافر الشرطة في فرنسا ردا على قرارات السلطات الفرنسية توقيف مؤثرين موالين للجزائر واعتقالهم بتهم التحريض على القتل والكراهية ضد معارضين النظام الجزائري. ومن هذه التفاعلات العنيفة ما دعا له أحد الناشطين فيسبوكيين الجزائريين المقيم بالجزائر والذي ظهر في مقطع فيديو على منصات التواصل وهو في حالة هستيرية شديدة يتوعد فرنسا ويدعو أنصار النظام الجزائري بفرنسا إلى القيام بعمليات تخريب. وفي وعيده قال الناشط المذكور إن 3 ملايين جزائري قادمون لك يا ماكرون، ويوجه دعوتهم للجزائريين المقيمين بفرنسا بالتوجه إلى مخافر الشرطة وتخريبها وإحراقها بالكامل بمن فيها. ويأتي هذا بعدما باشرت السلطات الفرنسية توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين وأبرزهم المؤثرة الجزائرية الشهيرة صوفيا بن-لامان التي اعتقلت يوم الخميس بعد ظهورها في بث مباشر وهي توجه تهديدات لمعارضين جزائريين مقيمين في فرنسا وتوجه لهم عبارات نابية. وكانت السلطات الفرنسية قد قررت سحب الإقامة من أحد المؤثرين الجزائريين المقيمين بفرنسا الذين اعتقلتهم السلطات الفرنسية للاشتباه في تحريضهما على الإرهاب ووضع منشورات تحث على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا. يأتي هذا بعدما باشرت السلطات الفرنسية توقيفات هذا الأسبوع في 3 مؤثرين جزائريين يحظون بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تيك توك للاشتباه في تحريضهما على الإرهاب ووضع منشورات تحث على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا.